ابو فارس، مباراة اليوم يعني الاهلي والعين الاماراتي، الاهلي يتاخر ويعود مرة اخرى للتعديل، يعني تاخر في بداية المباراة وادرك التعادل عمر السمع واصبحت النتيجة 1-1. في نهاية المباراة طبعا تسبب عمر السمع بالهدف الثاني ضربة جزاء للعين الاماراتي لمسة بيد، لكن ادرك التعادل. هل نقدر نقول ان الاهلي اصبح فريق يعني يعرف كيف يتعامل مع المباراة حتى وهو يخسر يعود مرة اخرى لاجواء المباراة؟ شوف، واضح ان الاهلي عندهم تركيز على الاسيويه السنه اكثر من الدوري. اكثر من الدوري. الدوري خلاص بالنسبه لهم. فالقتاليه اللي شفناها في المباراه ورغبتهم في التعويض وعدم الاستسلام لاخر دقيقه يدلك على ان الفريق تغير وبدا يعرفون ان الاسيويه يبغى لها نفس طويل، يبغى لها نفس طويل، ويبغى لها اجاده لعبه الذهاب والاياب. لما انت تتعادل على ارض خصمك منافس لك في المجموعة وبهالقتالية هذه وفي آخر اللحظات وما في إحباط وما في هذا، يدلك أن هناك تركيز كبير على البطولة الآسيوية. اللي ملاحظ في المجموعات كلها 8 نقاط و7 نقاط، كل الفرق إلا مجموعة واحدة الظاهر فريق ما له أمل خلاص، تبقى اللي بدون أي نقطة، أي اللي بنديكور الأوزبكي، بنديكور الأوزبكي. أي. أما الباقي الفرق كلها، هذا يدلك ان البطوله الاسيويه بدات تاخذ حيز كبير من احنا شفنا في البطولات السابقه الفرق السعوديه بسهوله تتصدر وبفارق شاسع عن الفرق الاخرى، لكن يبدو ان هناك منافسه من الفرق خصوصا الاماراتيه صحيح والقطريه، على اساس ان هذه البطوله مهمه جدا. ايضا لا ننسى مجموعات الشرق فيها منافسه شرسه، صحيح، واقوى. وهذا يدلك ان البطوله الاسيويه يعني راح تكون صعبه، واذا ما اردت تحقيقها عليك الاصرار والتركيز عليها، جلب لاعبين مميزين خصوصا في المرحله القادمه. حتى في ظل فصل انديه الغرب عن انديه الشرق، هذه ما سوت شيء، بالعكس انا اشوف انها مضره حتى يعني شفنا انديه الشرق تتفوق لما توصل للنهائيات، لكن لما تمزجها مع بعض يزيد الاحتكاك ويزيد فرص فرق الغرب انها تكون احد اطراف النهائي. طيب ابو نواف، بس ودي اعلق على عمر السومة، هذا اللاعب الخارق للعاده ما شاء الله تبارك الله، يعني لاعب يجيد التسجيل في كل شيء. اليوم ختمها بهدف جميل صحيح. على الطاير وبرجله الضعيفه اليسار، يعني هذه اللي كانت ناقصه عمر السومي عشان يكمل خريطة الأهداف بالرأس على الطاير باليمين، على الطاير باليسار، من تحت الحيطة، من فوق الحيطة، عرفت، بكل محل كرات ثابتة، بكل شيء يسجل ما شاء الله تبارك الله. هذا المهاجم المثالي اللي هو أفضل مهاجم أو أفضل لاعب مر على الكرة السعودية في ال3 سنوات الماضية. صحيح.